لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يا ريت كلنا ندعي لشهيد العلم أحمد، اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده طبعا كانت أول جلسة، وحضرتك أنا عارفة إن الموضوع كان صعب عليكي جدا جدا، وكل حاجة تذكرتيها النهارده. كلميني عن أحمد. شاب زي أي شاب، عيل صغير ما يعرفش أكتر من المذاكرة والطموح والتعليم وصالح، مش أكتر. كان عيل طموح، كان شاطر، وكان نفسه يبقى دكتور أو راجل جامعي، بس الحمد لله. النهارده في أول جلسة إيه اللي حصل؟ ولا حاجة. المحامي كان بيتكلم والمحامي التاني كان بيتكلم، لسه مستنيين الحكم، مش عارفة هيبقى الحكم ايه.